ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال يا رب ان شاء الله. هنعمل باذن الله الفطاير السايله، محببه جدا جدا للاطفال وللكبار كمان، لشرب الشاي او تاكليها كده مع جبنه بالزعتر او لوحدها. حلوه جدا جدا، مغذيه، وكفايه ان هي سريعه واقتصاديه جدا جدا. تحطيها كده في اللانش بوكس الاولاد. بجد حلوه جدا جدا. ان شاء الله جربوها وهتعجبكم. تابعوني لاخر الفيديو عشان تشوفوا الطريقة. اول حاجة بولة كده، هنحط معلقة سكر كبيرة. تمام، يبقى معلقة سكر كبيرة. بيضاية. تمام. هنحط نص معلقة بيكنج باودر، وما تزوديش عن نص المعلقة، هي نص معلقة بس، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. يبقى معلقة سكر، بيضاية، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، زبدية كاملة. هي الطريقة مختلفة خالص عن البان كيك. تمام. يبقى معلقة سكر، بيضاية، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، زبدية. هنقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس جدا 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 لحد كده ما يمتزجوا مع بعض والخليط يكون ناعم كده. تمام. ورشة ملح، انا نسيت احطها في الاول، رشة ملح كده صغيرة. هنقلبه بقى كويس جدا جدا. خلاص كده الخليط بقى ناعم وجميل قوي. تمام. هنضيف بقى كوباية دقيق واحدة بس. انتي حابة تضاعفي الكمية، مفيش مشكلة. يعني هتعملي كوبايتين دقيق، 2 بيضة، بدل نص معلقة البيكنج باودر هتبقى معلقة صغيرة بيكنج باودر، فبراحتك. هنقلبهم بقى كويس قوي لحد كده ما الدقيق كده يمتزج مع المكونات. هي بيبقى يعني بيبقى سمكها تقيل شوية، مش خفيف خالص. حلو جدا، بدأ اهو يعني ينعم شوية الخليط. تمام، حلو جدا. تمام. انا هنا ضفت معلقة زيت، بس معلش هي ما جاتش في ما اتصورتش، معلش. ضفت معلقة زيت بس كده وقلبتها بس. تمام كده، حلو جدا. نقطة زيت كده في الطاسة، والطاسة طبعا درجة الحرارة بتبقى متوسطة. تمام. حلو جدا. نحط بقى الفطاير كده، عايزة شكل بيضاوي، عايزة مدور، براحتك خالص. انا عملت الشكل البيضاوي. سهلة وسريعة، ولا خميرة بقى ولا فرن ولا الكلام ده خالص. هتعمليها وانت واقفة كده في دقايق. حلوة قوي قوي. ومن كوباية دقيق هتعملي كمية كويسة جدا. مش هنقلبها الا لما نتأكد ان هي اتحمرت من تحت، وتقلبيها بالراحة كده. تمام. تمام، حلو جدا اللون ده. هي ما بتاخدش وقت على النار خالص. تمام، حلو قوي. ما تزوديش عن نص المعلقة الصغيرة بيكنج باودر عشان ما تفرش قوي كده معاكي، لا، هو نص معلقة وبس. تمام، حلوة جدا. مش مكلفة، وسريعة، وفي نفس الوقت مغذية جدا جدا لأولادنا. وهيحبوها، يعني طعمها في الآخر حلوة قوي. هنشيلهم بقى ونحط كمية تانية. وزي ما انتوا شايفين بتاخد نقطة زيت كده، ما فيش زيت خالص، ما بتاخدش زيت خالص كتير. نحط بقى الكمية التانية.
انا شايفة ان كوباية دقيق كويسة جدا، يعني هتعمليها وهياكلوها في نفس الوقت، مش هتقعد. حلو جدا. تقلبيها بالراحة عشان الشكل كده ما يبص منك وما تتبهدلش، بالراحة خالص. زي ما انتوا شايفين بتاخد اللون بسرعة، ما بتتأخرش، وبتكون مستوية برضو. تمام. دي كانت اخر معلقة في المكونات حطيتها، ما سبتش اي حاجة في البولة، حطيت كل الكمية. حلو جدا، اخدت لون جميل واستوت بسرعة. هنشتلهم بقى من على النار. ده المنظر النهائي. انا قدمتها مع جبنة بالزعتر. حابة انتي تقدميها مع شاي او ياكلوها كده لوحدهم، هي في كل الحالات دي طعمها جميل جدا جدا. وزي ما انتم شايفين طالعة حلوة قوي ومستوية وطرية قوي وجميلة، بجد طعمها كان خطير فعلا. جربيها وان شاء الله انا متأكدة ان هي هتعجبك. سريعة وبسيطة واقتصادية قوي، مفيش فيها مكونات كتير. حلوة قوي، وبألف هنا على قلوبكم. مع السلامة.